عماد الصايغ جريدة الرياض. نشكر الأستاذ عبد العزيز على العرض الجميل. بداية في العرض ذكر أنه في 13 نادي حددت معها لجنة الاستدامة الميزانية المالية لمدة سنتين. بالتواصل مع إدارات الأندية واللي صاير في أرض الواقع، من إجابات إدارة الأندية أنه هذا الشيء يختلف تماما عن اللي واصلهم. مثلا ميزانية الاستقطابات إلى اليوم ما وصلت للأندية لكي تستقطب لاعبين، بالتواصل مع عدد من أندية الوزارة وليس أندية الصندوق. هذه الجزئية الأولى. في أندية نفس الشيء تشتكي من تأخر لجنة الاستدامة أو رفضها. وفي مثال ظهر في إدارة نادي الشباب عندما ظهرت حتى في أحد القنوات، وذكرت أنه في حالة اللاعب رافا سيلفا أنه ما في استجابة من لجنة الاستدامة في حالة اللاعب رافا سيلفا، وأنه انتظروا للميزانية. الميزانية إلى اليوم ما أحضرت. ونفس الشيء في حالة مثلا الحبيب ديالو. للسؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال أنه أندية الوزارة. السؤال الأول المرتبط بموضوع الاستدامة وموضوع الطلبات، يمكن ذكرت عدد من الأمثلة، يمكن فيها شوي شق خاص بالاستدامة وشق خاص بالاستقطاب. يمكن شوي بورطه الأستاذ عمر مغربل رئيس تنفيذي الرابطة بحكم أن الاستقطاب تحت ملف الرابطة. أنا بركز على موضوع الاستدامة. الاستدامة زي ما قلنا، يمكن الاستدامة أنا في نقطة أحتاج أوضحها صراحة مهمة، يمكن هذه دارت، وشكرا على سؤالك. موازنات الأندية، يمكن الجميع يعرف على موضوع استراتيجية دعم الأندية والدعم الثابت والإجراءات اللي تتم فيها. موازنات الأندية ليس فقط مصدرها واحد، موازنات الأندية لها كثير من الإيرادات المختلفة، إما من استراتيجية دعم الأندية اللي هو الدعم الثابت اللي تعرف الأندية بكل موسم ويقسم بشكل شهري، بالإضافة إلى الإيرادات الخاصة مثلا التجارية، عندهم عقود تجارية معتمدة، عندهم مثلا دعم مثلا من أعضاء ذهبيين أو غيره، عندهم مثلا بيع لاعبين، عندهم يعني في الإيرادات مصادرها مختلفة، أو عندهم متجر النادي. يعني يمكن لو أطرح أمثلة على ما هي أمثلة الإيرادات كثيرة. لذلك يعني شق الاستقطاب يمكن هذا جزء واحد من هذه الإيرادات ممكن، أو الآلية ما بين التعامل ما بين النادي وهذه والاستدامة. الفكرة أنه إيرادات أو موازنات الأندية معلومة لدى الأندية من قبل بداية هذه الفترة الصيفية. هذه الإيرادات اللي هي الموازنة الخاصة بالنادي، النادي يستطيع التعاقد من خلال موازنته بالإيرادات التجارية وغيرها فيما يخص هذا الإجراء. يمكن السنوات الماضية، ويمكن الكثير أنه سمع أنه في أندية مثلا تعاقدت من خلال استقطاب، وفي لاعبين باقين على ميزانية النادي. ميزانية النادي هذه مصادرها، لذلك الأندية قادرة على التعاقد من أي فترة سواء من بداية الصيف أو غيره من خلال هذه الموازنة. أما فيما يخص شق الاستقطاب يمكن يجاوب عليه الأخ عمر. الآن كافة الأندية عندها ال50 الثابتة، 50 مليون أقصد الثابتة اللي يتوزع بشكل شهري، عندها إيراداتها الأخرى. هذه الموازنة قادرة على إنهاء التعاقد. ويمكن كثير من الأندية وأنتم لاحظتوا قبل بداية معسكراتها تعاقدت مع عدد من اللاعبين فقط لبداية المعسكر، وبعدين شافت تقييم وغيره، وبعدين أضافت عدد من اللاعبين. لذلك هي إجراءات خاصة بالأندية لتقدير تعاقداتها، إما من بند الميزانية نفسه، أو هم رغبتهم يبغون يكون من الاستقطاب أو يبغون من تمويل آخر. لذلك هي في النهاية قرار النادي يعني مصدر تغطية هذه العقود. لذلك في النهاية هو دور النادي لاختيار كيف يتعاقد ومن وين مصدر تمويل هذا العقد. يعني هذه ملخص لهذا الموضوع. طيب.